تعالي بقى لما اقولك على فكرة حلوة هتوفر عليكي طول الشهر في المدارس. اكيد بنعمل لاولادنا سندوتشات يا بنات، والدنيا غالية، وعشان تعملي سندوتشات مش اقل من 50-60 جنيه في اليوم. تعالي بقى كده هقولك نعمل ايه. خدي مصروف الشهر بتاعك وانزلي روحي على اقرب حاجة ليكي. انا عندنا هنا في السويس سوق العتبة والموسكي يا بنات منزل عروض حلوة للمدارس. جنبك انت ممكن سوق الجملة، ممكن كارفور، ممكن كازيون. انا جبت الباتيه دون الواحد ب5 جنيه. حلو قوي يا بنات، وكمان حجمه كبير. انا دقت طعمه لقيته جميل جدا، يعني انا قلت ممكن يكون في حاجه في الطعم، لا لا لا، الطعم تحفه. عجبني قوي، جبت منه كميه. لو حطينا منهم اتنين، يعني اتنين في اللانش بوكس ومعاهم واحد عصير او واحد حليب مثلا او بيكو بسكوت، خلاص كده الولد فطر، وبجد جميل قوي وموفر جدا. يعني انت متخيله احنا بنجيب جبنه بكام ولانشون بكام والكلام ده كله. فطبعا انا مش همشيهم طول الشهر بالباتيه، لان الولاد بتزهق. فانا يوم باتيه، يوم سندوتشات، الدنيا هتمشي. طب هعمل ايه تاني عشان اجيب السندوتشات؟ عملت زي ما انت شايفه كده. ده الباتيه، خلاص مفيش اي مشكله. جبت لهم برطمان نوتيلا، بما ان الولاد هي مش نوتيلا اصلي يا بنات، ولكن الولاد بيحبوا النوع دون. جربته بصراحه كذا مره، عجبني قوي. جبتها ب75 جنيه. آه، وجبت 2 حليب. يعني انا مش جايباه للولاد بصراحه، ولكن هو كان في المشتريات فقلت هوريه لكم. كان الكيس بكام؟ كان ب37 جنيه ونص، لان هو ده الكيلو، فكان ب37 جنيه ونص. حلو قوي يا بنات، عجبني بجد. الباتيه، انا بتكلم على الباتيه. جبت لهم كاتشب، لاني اكيد في يوم من الايام انا هعمل في البيت، هنتعشى مثلا برجر او ستريبس، ايا كان العشاء اللي هنتعشاه، فهعمل للولاد سندوتشات منه. جبت جبنه رودس. الجبنه دي جميله جدا بطعم الجبنه الشيدر، الولاد بيحبوها برضو. جبتها ب37 ونص. عبور لاند انا مش فاكره بصراحه كانت بكام. دي الجبن هتمشيني طول الشهر مع الباتيه مع اللانشون. ده لانشون صلاح وعبد الفتاح، بجد حلو قوي يا بنات، عجبني برضو. جبته بكام؟ ب27.5. اه ب27 ونص ده الواحد. الاتنين ب55. جبت مايونيز ب40 جنيه. آه، حلو برضو في السندوتشات هينفع. دي بقى، دي البطل. لا بجد بصي دي ابهرتني. انا وانا في الماركت كده قلت ايه ده، لا. هي ب270 يا بنات، بس انا قلت ايه، السلام. لا انا متعوده على الرشيدي او متعوده على البوادي، لقيت السلام دي حاجه فظيعه طعمها تحفه. جبت لهم بقى باكيته كامله من الحليب بالفراوله. تمام، انا عندي 2 في المدارس اطفال، فهم اللي بياخدوا معاهم السندوتشات والكلام ده. التالت كبير، وابن الرابع مخلص يا بنات. فالاتنين ده يعني 2 على 36، هم دول كام؟ دول 27. برضو هيمشوني طول الشهر، لان ما تنسيش ان احنا عندنا يومين اجازة في الاسبوع. بس فابني الكبير ما بياخدش معاه حاجة المدرسة، هو مصروفه، لاني طبعا بيقول يا ماما ناخد لانش بوكس، انتي بتقولي ايه؟ انا بجيب من الكانتين في المدرسة. ربنا يا رب يعينكم على ولادكم ويعيننا ويدي كل محتاج ويوسع على الجميع. بجد يا بنات اعملي كده هتوفر عليكي كتير. خدي مصروف الشهر زي ما بتنزلي السوق تجيبي طلباتك، اعملي حساب طلبات المدارس، هتلاقيها فرقت معاكي كتير قوي في المصروف. بس كده. وده كان فيديو النهارده، ولو انت بقى لسه ما اشتركتيش في القناة فمتابعتك دي شرف ليا. اشوفكم على خير، مع السلامة.